الدوري المصري عندنا بحس ان هم شاربين بينج، شاربين بيرة قبل ما يبدأوا الماتش. متعرفش في ايه، ضربة جزاء مش ضربة جزاء. انا مش قادرة افهم، مفيهاش ضربة جزاء. اخترع حاجة اسمها فار، واخترع حاجة اسمها شاشات تلفزيون، واخترع حاجة اسمها صفارة، واخترع حاجة ربنا خلقنا عين نشوف بيها، واخترع حاجة اسمها كاميرات إعادة. مفيش فايدة يا جدعان. تحكيم في مصر لا يعلم به إلا ربنا. كرهنا في الكورة، كرهنا في الكورة. احنا مش قادرين نفهم ايه في ماتش قالوا بيراميدز ده، مش قادرين نفهم. احنا بنتفرج على كورة ازاي؟ ده احنا امبارح بنتفرج على ماتش مان سيتي وتشيلسي، دربكة، معركة، كله بيطحن في كله، والحكم ما بيصفرش. الحكم ما بيصفرش غير في الكرات اللي فيها فاول صحيح. اما هنا نص ساعة واحد بيرقد، واحد لسه بيقوم من النوم، واحد لسه الحكم بيصفر، لسه الكرة بتترفع، لسه يشوف الفار. فار ايه يا جدعان؟ فار ايه يا جدعان؟ ده احنا بجد زهقنا بجد. وايه بقى من سوء الصدى ان احنا كمان بنتعادل مع بيراميدز 2-2 بعد ما كنا مغلوبين. مش قادر افهم، مش قادر افهم. الاهلي لحد دلوقتي بينافس مين في الدوري؟ قال بينافس الزمالك. فين الزمالك؟ الزمالك عايزين يشتروا زيزو فيلا على الشمال في الساحل الشمالي ولا على طلعة الحمدية. طب الاسماعيلي بقى عامل دلوقتي مركز الشباب بهاها. طب المصري مش عارفين فين. مش قادرين نفهم الاهلي بينافس مين في الدوري. بينافس مين؟ دوري وهمي، دوري وهمي، دوري وهمي. ده احنا لما مرموش امبارح جاب جون في مانشستر مان سيتي، الدنيا كلها دربكت. تلاقينا الدنيا كله بص الملعب مولع على اخره. انا مش عارف ايه الصراحه. الواحد بيتفرج على الكوره في مصر حمضان، والاهلي مغلوب، والمدرب عمال يألف تأليف يعلم به الا ربنا. وكرة كده التعادل في الواد الجديد ده اللي هنلعب الأجنبي. احنا مش قادرين